إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق السماوات والأرض، وجاعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربكم جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الأحبة المؤمنون، الله تعالى يقول في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وما أحوجنا نحن في هذه الأزمنة التي نرى القلوب كيف تزيغ ونرى الأقدام كيف تزل، ما أحوجنا لأن نتلمس الهدى من هدي أنبياء الله. وكنا بدأنا معكم مع إبراهيم عليه السلام ولا نزال. عرفنا كيف نشأ إبراهيم في أسرته، وكيف كان إبراهيم تعالى في ملته، وكيف كان في هجرته. الآن سنعيش معكم في أول مواجهة لإبراهيم عليه السلام، أول مواجهة، وكان لا يزال فتى يافعا، لم يشتد عوده بعد، ولكنه عود إيمانه قوي لا يزعزعه شيء، تزول الجبال ولا يزول. إبراهيم عليه السلام هذا الإيمان، هذه القوة، هذا اليقين الذي عنده، لأن الله تعالى قال عنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الذي علمه طريق الرشاد هو الله الواحد القهار. الذي نجاه من طريق الغواية هو الله العزيز القهار، لأنه عالم به، عالم بما في قلبه، فهيأه الله واصطفاه واجتباه وجعله خليلا. وكان في قومه في العراق، وكان أهل العراق وثنيين يعبدون الأصنام والأوثان، ويظنون أنها فاعلة، وأنها ينبغي أن تمجد، وأن تقدم لها القرابين، وأن تخدم ليل نهار، وأن تذبح لها الذبائح، وأن يصفق لها، وأن يبارك العيد بوجودها. فإبراهيم هكذا نشأ، وكان أبوه
من كبير السدنة لهؤلاء الأصنام المعبودة من دون الله تعالى بهتانا وزورا. فعندما وجد إبراهيم قومه على هذا المنوال وقد آتاه الله تعالى رشده، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذه تماثيل أي صماء، هذه تماثيل أنتم صنعتموها، أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، أنتم لها عاكفون. ومتى كان المتحرك يجمد حركته لأجل جامد، ومتى كان العاقل يلغي عقله لأجل مجنون. متى؟ أفلا تعقلون؟ أين أنتم؟ أنتم لها عاكفون، أي تحبسون أنفسكم لخدمتها وأنتم صنعتموها، أنتم جعلتموها آلهة. لو لم تصنعوها من هي حجارة ملقاة في الطريق، أو بضعة حديد ملقاة في كهف، جمعتموه صهرتموه صنعتموه نحتموه، ثم اتخذتموه آلهة من دون الله، ثم حبستم أنفسكم لها، أنتم لها عاكفون. فكان الجواب أقبح جواب على التاريخ، يدل على أن هؤلاء القوم سلبوا الفكرة، سلبوا العقل، سلبوا الإرادة، سلبوا الفهم، فقط يمشون في القطيع، فقط يحسنون النعيق، فقط يبرعون في الصفيق، فقط قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. ولدنا القضية هيك فمشينا مع الماشيين، وجدنا آباءنا لها عابدين. فكان إبراهيم وهو فتى، يعني دون 17 عاما، قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم ومن ضمنهم أبي، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا الكلام الذي تتكلم به أكبر من عمرك، أكبر من قدراتك كفتى، كيف تتكلم ذلك؟ أنت تلعب؟ أنت تلهو؟ ما الذي تقول به؟ قالوا: أجئتنا بالحق وأنت فتى أم أنت من اللاعبين؟ فكان جوابه أكبر من عقولهم، بل وأكبر من أكبر عقل في العالم، لأن الذي ينظر بعين قلبه إلى العالم، إلى الكون، إلى الخلق، يدرك أين ينبغي أن تصرف العبادة، وأين ينبغي أن يحبس الإنسان على خدمة من. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. انظروا فوقكم، انظروا تحتكم، أجيلوا بصركم في هذا العالم. من الذي أخرج هذا العالم؟ من الذي جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ من الذي رفع السماء بغير عمد وجعلها سقفا محفوظا؟ من الذي زينها بالكواكب والنجوم؟ من الذي أجرى الأنهار وحفظ البحار؟ من الذي أخرج الثمار؟ من أين عقولكم؟ قال: بل ربكم. ما قال بل ربي. هو في المحاورة قد يقول: أنتم ربكم أو آلهتكم أصنامكم وأنا رب الذي فطر السماوات والأرض. إنما أعرض عن هذا الجواب وقال: بل ربكم رب السماوات والأرض شئتم أم أبيتم. فأين أنتم قبل أن تخلقوا؟ هل
عند خلقكم وجدت السماوات والأرض أم وجدتم ووجدتم السماوات والأرض؟ إذن ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي أشهد أن ربي هو الذي فطر السماوات والأرض وأنا على رب ذلكم من الشاهدين. إذا في دكتور خذوا لورا بس شوفوا، بس مشان تعملوا عجب الصلاة، خذوا أبو رعبة لبرا على الكرسي يحملوا. معلش. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ثم قال وتالله. من الذي يستطيع أن يواجه بهذا العزم والحلف؟ تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. سكروا الباب. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أي سآخذ الفرصة السانحة التي أريكم أن هذه الآلهة الأصنام التي تعبدونها ليست بشيء. إن الذين تدعون من دون الله ليس بشيء، لا يملكون مثقال ذرة، ليس بشيء بعد أن تولوا مدبرين. فعندما ولوا مدبرين ذهبوا إلى عيدهم، ذهبوا إلى مهرجاناتهم وتركوا آلهتهم خلفهم. قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جعلهم أي كسرهم جميعا. أصنام واقفة، الطعام أمامهم مزينة بعقود وورود، فأتى إبراهيم عليه السلام في عيدهم فأخذ الفأس وجعلهم إربا ثم جعل الفأس بيد كبيرهم وذهب إلى بيته. عندما عادوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. عندما يفقد الإنسان عقله كل الأحكام التي تصدر عنه ليس لها قيمة. هذه الآلهة التي تعبدونها ألا تستطيع أن تدافع عن نفسها؟ هذه الآلهة التي تعبدونها ألا تستطيع أن تكلمكم فتقول هو من فعل بي، من فعل هذا بآلهتنا؟ سألوها هي تتكلم لا تتكلم، لا تنطق، لا تدافع. هذا كان كيد إبراهيم، أي أسقطهم في أيديهم وجعلهم يعترفون يقرون عمليا أن هذه الآلهة ليست بشيء، أنتم صنعتموها. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا يقول كذا وكذا لأصنعن وأفعلن بآلهتكم. فتى أين ينشأ فتياننا اليوم؟ من يكسرون؟ من يحطمون؟ الألعاب الإلكترونية أبطال أشاوس، ولكن ميادين البطولات تفتقدهم. أين الشجاعة؟ أين الرجولة؟ أتعلمون أيها الأحباب الكرام أن منذ مدة بسيطة الصين الدولة الملحدة التي لا تعبد إلا المادة، الصين أدخلت على مناهجها التعليمية مادة ما أحوجنا نحن إليها، مادة تعليمية زيادة على تعليمهم، مادة كيف نعلم أجيالنا الرجولة، كيف نزرع فيهم الشجاعة والمروءة والإقدام، لأنهم يرون أن الجيل الصاعد جيل مخنث
لا علامة للرجولة فيه، لا في نطقه، لا في حركته، لا في مواقفه، ولا في أحلامه وأهدافه. فأرادوا أن يدخلوا علم الرجولة في مناهجهم، ونحن ندافع عن علم الجندرة والمثلية في مناهجنا وثقافاتنا. أي تناقض هذا أيها الأحباب الكرام. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي فلنفضحه ولنجعله عبرة حتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك أن ينال آلهتنا القوية من هذا الفتى بسوء. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. سأختصر لكم القصة، وما أجملها سردا في كتاب الله، ما أجملها سردا في كتاب الله. أتى إبراهيم وجمعوا له الناس، قالوا تصوروا فتى دون 17 سنة اجتمع حكام العراق وما يملكون من قوة ونفوذ وجمعوا له الشعب، الرأي العام، رأي العام. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وما في غيره، إن المدينة كلها خرجت وما في دل بالمدينة إلا إبراهيم عندما قال إني سقيم لن أخرج معكم، فبقي التهمة لابسته 100%. 100%. واحفظوا أن التهمة لابسته 100%. ماذا قال إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. روحوا ارجعوا لهم، لا يكون ماسك الفأس وقاعد، روحوا اسألوهم من فعل هذا بآلهتنا، اسألوا كبيرهم، فكبيرهم هو الذي يمسك الفأس. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني السرد القرآني فظيع، يعني أسقطهم في أيديهم بجملتين، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الشعب يسمع، السدنة يسمعون، الوزراء يشاهدون، الحكام يراقبون. ما ردة الفعل؟ ماذا قالوا؟ قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف نكلم من لا ينطق؟ كيف يمكن أن يفعل هذا الكبير وهو لا يتحرك؟ فماذا كان جواب إبراهيم؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم. كان يستطيع إبراهيم منذ أن علمه الله أن يقول هذه الجملة لهم مباشرة، ولكنه أراد أن يقدم لهم درسا تطبيقيا عمليا ويأخذ الإقرار منهم شيئا فشيئا من ألسنتهم أدانهم. عندما قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله الذي فطر السماوات والأرض ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم. أف لكم ولحضارتكم ولثقافتكم ولمدنيتكم ولتطوركم، أف لكم لكل ما تملكون. عندما يصاب الإنسان في أسرته في تحديد ذكورته وأنوثته ويقولون هي دولة متقدمة مدنية متحضرة، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. علموا كل شيء، سمعوا كل الحقائق. ماذا كان الجواب؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أما موضوع التحريق وما يريدون له من كيد فيحتاج إلى خطبة كاملة، خصوصا ونحن اليوم
في ذكرى الثالثة بتفجير المرفأ. من 3 سنوات اشتعلت النيران، وكان مؤهلة أن تأتي على كل بيروت. المتهم الأول الذي لا ثاني له، فريقان اثنان لن أسميهما أبدا، ما دخلني بالسياسة، ما بتدخل بالسياسة أبدا، ولكن بعض مواصفات الذي يملك القوة في الأرض ويستطيع أن ينقل صواريخ وعتاد ومقاتلين من بلد إلى بلد وبراميل، والذي يستطيع أن يجول في الجو بطيران، غارات صباح مساء هنا وهنالك، هما الجهتان المتهمتان بتفجير المرفأ، لا ثالث لهما. ما بعرف أسمائهم، بس اللي بيملك القوة بالأرض وبيملك يطير بالسماء ويعمل غارات وقت ما بده، هما الفريقان الوحيدان المتهمان بتفجير المرفأ. بس ما أحد يستطيع أن يقول لهؤلاء أنتم حتى ما يندبح القط، ولا يستطيع لهؤلاء أن يقول أنتم لا قوة له أن يواجه إسرائيل. هذا المشكلة. فلذلك قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. في علامات يا أخي، في علامات بتدل على التهمة أنه البراميل المتفجرة بالنترات شفناها بحما، بحمص، بحلب، سمعناهم وموجود المخزن هون. إذا من هؤلاء؟ ما بنعرف، نحن لا نملك أن نتهم أحدا، بس في أدلة. من يأتي بهؤلاء؟ لا أحد يستطيع. القضاة يفرون، واليهود على مر الزمان يعيثون في الأرض فسادا، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهذه الذكرى الثالثة لتفجير المرفأ، ولا أحد يتهم إلى الآن، ما أحد اتهم. وبعد 3 أسابيع الذكرى 10 لتفجير مسجدي التقوى والسلام، وإلى الآن متهم واحد ويقف الموضوع. 55 مظلوم سقط شهيدا إن شاء الله تعالى، و1000 جريح، متهم واحد، و200 قتيل مظلوم في بيروت، ولا واحد. انتركوا كلهم يعني كلهم. لذلك هون الخطر. فنحن الآن نعيش في اللا عدالة. فأف لكم ولدولتكم، أف لكم ولقضائكم، أف لكم ولسلاحكم، أف لكم ولعنجهيتكم. وستعلمون بعد حين أننا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن الله تعالى ناصر عباده ولو كره الكافرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. استغفروا الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل ولا أكثر. إلهنا مولانا أنت رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اجعل اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اهدي رجالنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي نساءنا، اللهم اهدي شاباتنا، اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا، اللهم اهدي إخواننا وأخواتنا، اللهم اهدي أمهاتنا وآباءنا، ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء حفظا وأمنا بحفظك وأمنك، فإنك أنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن علمنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،